الاي اي مولع الدنيا والناس كلها بتتكلم عليه، والنهارده بقى جايب لك موقع جامد هيساعدك تعمل السي في بتاعك في 10 خطوات بس، فتعالى نستفيد منه احنا كمان في سوق العمل. الموقع اسمه ريزي.ai وعليه 4 انواع من الحسابات: فري، بيزك، برو، ولايف تايم. كده هنختار الفري، وده بتعمل عليه تسجيل عن طريق الايميل بتاعك او اكونت الفيسبوك. اول ما هتدخل هتلاقي 3 اختيارات. اختار السي في لان ده اللي هتعمله بالاكونت الفري. هتلاقي فيه 4 اختيارات، احنا هنختار فروم سكراتش. هيسالك انت محتاج تعمل سي في لوظيفه معينه ولا سي في جنرال. لو اخترنا جنرال هيسالك سؤالين: ايه المجال اللي عايز تعمل له سي في، وفي خبره ولا لا. وبعدها يا نجم تبدا تعيش وتملى ال10 حاجات اللي هقول لك عليهم من الشمال لليمين. اول حاجه الداتا بتاعتك: اسمك، ايميلك، رقم تليفونك، لينكدين بتاعك، وبلدك. وبعدين تروح للتاب اللي بعدها وهي الخبره، ودي بتكتب فيها المسمى الوظيفي، الشركه، اشتغلت فيها كام سنه، مكانها، واخيرا مهام وظيفتك. ودي الحته اللي هيساعدك فيها الاي اي وهيقترح عليك، وانت اختار المناسب لطبيعه شغلك. ودايما اكتب من الجديد للاقدم، ولو لسه شغال في المكان اختار currently work here. ثالث حاجه البروجكتس، لو في اي مشاريع قدمتها قبل كده اكتب برضو عنها، وهو برضو هيعمل لك سبورت في وصف الحاجه اللي انت عملتها. رابع وخامس وسادس حاجه تعليمك والشهادات والكورسات، ودول هتملاهم مانيوال. سابع حاجه انفولفمنت، ودي الانشطه اللي عملتها، لو في حاجه اكتبها والاي اي هيساعدك برضو. تامن حاجه السكيلز او المهارات، وهنا هتلاقي ترشيحات كتير، اختار منها اللي انت عايزه. تاسع حاجه سمري او الملخص، وده هيحتاج اكونت برو ومعروف مش محتاجه. اخر حاجه الفينش اب، ودي مرحله الريفيو للسي في بتاعك. بص عليه عشان لو في اي تعديل ترجع تعمله، ولو تمام داونلود يا معلم. وبس يا سيدي، هسيب لك اللينك في الكومنتس. جرب الموقع وقول لي ايه الافضل، النسخه بتاعت الاي اي ولا النسخه بتاعتنا. وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.